الجهة اليسرى بيدرو، انيستا إلى ميسي. ميسي الآن ماذا يفعل؟ ميسي يتقدم، ميسي يراوغ، ميسي على بعد الهدف، يقترب إلى الهدف ويسجل الهدف. ليو ميسي يسجل الهدف ويعادل الرقم القياسي لجيرد مولر الألماني الشهير. إذا فرحة مضاعفة، فرحة مزدوجة لبرشلونة ولميسي بالتقدم على بيتيس وبمعادلة رقم جيرد مولر القياسي. لم تبقى أرقام قياسية أمام ميسي، لم يبقى أمام ميسي سوى الفوز بكأس العالم. ميسي الذي يسجل الآن الهدف الأول في المباراة والهدف الثاني والعشرين له هذا الموسم، والجمهور يحيي ميسي ليس فقط جمهور برشلونة، حتى جماهير ريال بيتيس. قلت لكم لاحظوا ميسي أمام خط الدفاع بأكمله يمشي، لا يلوي على شيء ويمضي في طريقه ويطلق بيسراه الهدف الأول في الدقيقة 16 في مرمى ريال بيتيس. لم يحتاج برشلونة غير ربع ساعة، لم يحتاج أن يقوم بالهجمة ولكن بدون توازن، بدون تركيز بين اللاعبين على استعجال يفقدون الكرة، بينما برشلونة أكثر ثباتا. أدريانو يمررها الآن إلى ميسي ودفاع بيتيس متحرك وهذه خطيرة إلى انيستا، انيستا إلى ميسي إلى المرمى، هدف ثاني. خلاص ميسي هو الهداف الأعلى في التاريخ، ميسي هو القياسي الآن. ميسي يصل للهدف ال85 في سنة واحدة، لم يسبقه إنسان من قبل إلى ذلك. يصل الآن إلى الهدف ال23 في الليغا الإسبانية، لم يحتاج إلا ل 24 دقيقة كي يحقق الرقم القياسي، كي ينفرد بالرقم القياسي، يسجل هدفين في ظرف 24 دقيقة. وإذا كان بيتيس يسجل هدفين في كل مباراة فإنه تلقى هدفين الآن من ليو ميسي. إذا النتيجة ميسي هدفان، بيتيس لا شيء. إذا ميسي عندما كانت هناك شبهة إصابة عاد وضرب بقوة وسجل هدفين. هنا الثنائية بين ميسي وإنيستا وفي نفس الزاوية اليسرى، الزاوية التي يسكنها الشيطان، عدد نجوم في الأعلى هذه المرة. الآن كنياس مع الكرة يمررها إلى الأمام، روبن كاسترو ليس متسلل، روبن كاسترو يسجل الهدف الأول. إذا هدف العودة مطالبة من بويول بالتسلل، ولكن روبن كاسترو بالتخصص للمباراة الثالثة على التوالي يسجل في مرمى برشلونة. في الموسم الماضي سجل هدفين، سجل مرتين، في الذهاب سجل هدفا من اثنين وفي الإياب سجل الهدفين في مباراة تعادل 2-2. الآن روبن كاسترو اللاعب الإسباني البالغ من العمر 31 سنة يعود. لاحظوا ليس متسللا، كان يغطيه المدافع الذي يرفع يده جوردي ألبا، كان هو الذي يغطيه. إذا ليس متسللا روبن كاسترو، والهدف صحيح مرة أخرى. ومطالبات اللاعبين لا تلقى آذانا صاغية من الحكام المحقين في قراراتهم حتى الآن. وهدف يمثل قبلة الحياة بالنسبة لبيتيس، لأنه جاء من لا مكان، جاء بدون مقدمات، جاء من فريق